يا جماعة الكلام رجع تاني والسيرة فيها يوسف بلايلي. العودة لأوروبا بقت بتحوم حوالين النجم الجزائري من جديد، والمرة دي الحديث كله جاي من بلاد الماتادور إسبانيا، وتحديدا من الجنوب الإسباني المشتعل. في أكتر من نادي عينه على بلايلي ومراقبين الوضع بدقة، مستنيين اللحظة المناسبة عشان يتحركوا ويخطفوه. احنا بنتكلم عن بلايلي، يعني الموهبة الفذة والمزاج العالي والقدر انه يقلب الطاولة في ثانية واحدة. وعشان كده أندية الجنوب شايفاه فرصة ذهبية، خصوصا الأندية اللي ميزانيتها مش ضخمة بس بتحب اللاعب الجاهز فنيا واللي يشيل الفرقة. الأسامي اللي بتتردد كتير في الموضوع ده كلها من الأندلس وساحل كوستا بلانكا. عندك مثلا نادي قادش، فريق دايما بيحب اللعيبة الحريفة وبيدور على الجناح السريع اللي ليه يكسر الدفاعات، وبلايلي طبعا أستاذ في الحتة دي. وكمان نادي ألميريا، نادي طموح عايز لاعب عنده خبرة دولية يساعده في المنافسة أو البقاء في الليجا. ومعاهم نادي غرناطة اللي ليه تجارب سابقة وناجحة مع لاعيبة شمال إفريقيا، وعارفين كويس إزاي يطلعوا أحسن ما عندهم. من ناحية تانية بقى فيه كلام من تحت لتحت عن أندية فالنسيا الصغيرة زي التشي أو الليفانتي، أندية دايما بتصطاد الصفقات الذكية من غير صرف كتير. وبلايلي لو راح عليهم بعقد مناسب يبقى ضربوه عصفورين بحجر، إضافة فنية جبارة وإضافة إعلامية كمان. الأكيد يا حضرات إن العودة لأوروبا مش مستحيلة على ابن الخضر، خصوصا لو قدر يثبت التزامه ويستغل الفرصات الأخيرة في مشواره الاحترافي. جنوب إسبانيا شبهنا جدا في الطقس وفي الجماهير وحتى في أسلوب اللعب، ولو تمت الصفقة دي هنشوف ساحر جزائري بيرجع يدوخ دفاعات الليجا على طريقته الخاصة.